ده لازم حماته بتحبه قوي اللي جاي في وقت الغدا ده. اما قوم اشوف لكم مين. خليك انت ضيف. انا اللي اقرب للباب يا عم. من فضلك الاستاذ عزيز عبد العزيز هنا من فضلك. ايوه يا فندم اتفضل. قول له الست بتاعته وابوها بيسالوا عنه. الست بتاعته؟ ايوه انا. مين يا فتحي؟ دي حماتي وباباه. حماتك؟ ايوه مش حضرتك والدة مديحه وحرم الاستاذ عزيز؟ ايوه. جرى ايه يا فتحي قلة الذوق بتاعتك دي؟ مش تخليهم يدخلوا يا اخي؟ اتفضلي يا أليفة هانم. اتفضل يا استاذ حافظ. لكن انا مش فاهم حاجه. اتفضل حضرتك وانا فاهمك. لكن احنا جايين هنا في الواقع نتخانق معاكي ومع سي عزيز كمان. ان شاء الله ما فيش خناق ولا حاجه. عاوز اعرف اولا ايه حكايه حماتي اللي بيقولها الاستاذ دي؟ قصدك المهندس فتحي ابن عمي؟ هو ابن عمك؟ سيبوني انا افهمها كل حاجه. تعالي يا أليفة انت والاستاذ حافظ معايا دقيقتين اتنين جوه. من فضلك عاوزين نتغدى يا استاذ عزيز. الديك الرومي بيقول انا عاوز اتاكل. مش هنغيب اكتر من دقيقتين. طب قوام عبال ما اوضب اطباق وكراسي لمدام أليفة والاستاذ حافظ. تعالوا احنا جوه. تعالوا. انا يا سيدي هقول لك على كل حاجه. ايه الحكايه دي يا عزيز؟ زي ما سمعت، الشاب اللي اسمه فتحي ده مهندس، وكان شاف مديحه في اسكندريه عند عمتها وعجبته وعجبها، ولما عرف انها من هنا بعت لبنت عمه سوزي تخطبها مني، وانا رضيت ومديحه راضيه، ودي كل الحكايه. ومن امتى الحكايه دي؟ من حوالي شهر دلوقتي، والعفش اللي انا بوضبه لمديحه مش لسوزي زي ما انت فاهمه، والفلوس اللي بسحبها من البنك عشانها، والزيارات اللي كنت بزورها لهم عشان كده برضه. من غير انا مدرة، من غير ما يكون ليا رأي. للأسف خفت أقول لك الحكاية تفشل، والولد مهندس وناجح، لكن أنا لو قلت لك هتفضلي وراه بالتحريات وحب الاستطلاع لغاية ما تطلعي لي فيه 100 عيب وعيب وتطفشيه مننا وتفشل الخطوبة. ويعني تفتكر ان ده تصرف كويس منك؟ والله يا عمي أنا كان يهمني مصلحة مديحة أولا، وبصراحة حب الاستصلاح بتاع بنتك ده زايد عن حده حبتين وكنت خايف منها. على أي حال حصل خير وخلوا العتاب لبعدين. المهم يعني مفيش جواز بينك انت وسوزي؟ والله ده يرجع لأليفة نفسها، إذا صممت إنها تفضل ورانا بالإشاعات والتحريات وكل حتة تقعد فيها اتجوزنا لبعض، يبقى ما باليد حيلة أضطر إني أتجوزها عشان ما طلعهاش كدابة قدام الناس. لا أنا عندي تطلع كدابة وبيتها ما يتخربش. تبطل هي حركات شارلوك هولمز اللي بتعملها وبيتنا يبقى أحسن بيت في الدنيا. شفتي بقى يا أليفة إنك طلعتي غلطانة؟ خلاص يا بابا حرمت. تعالي بقى شوفي خطيب بنتك، بس أرجوكي أنا اتحريت عنه بما فيه الكفاية وطلع عالي العال. تتفضلوا بقى الغدا يا جماعة، ولا في عمليات استطلاع؟ لا يا ابني ما فيش حاجة لا عنك ولا عن غيرك. عزيز أرجوك ما تقوليش الكلام ده تاني، أنا لا خباصة ولا فتانة ولا مسكت سير. أمال إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ قلت لك ده يبقى اسمه حب استطلاع. فاهم يعني إيه حب استطلاع؟ يعني الواحد في الدنيا دي لازم يكون فاهم إيه اللي بيجرى حواليه، لازم يفهم الدنيا ماشية إزاي والناس بيعملوا إيه، ما يعيش زي المقطوع زي حضرتك كده من المكتب للبيت ومن البيت للمكتب. يا أليفة يا حبيبتي اللي أنت بتعمليه ده مش كويس. لو كانت نيتي وحشة كان يبقى صحيح مش كويس، لكن أنا نيتي كويسة. وإيه اللي عرف الناس إن كانت نيتك كويسة ولا وحشة؟ لا من ناحية دي اطمن خالص، الناس كلها عارفين إن أليفة دي قلبها زي القطن الأبيض. ما هو لو كان اللي بتسميه حب استطلاع ده قاصر عليكي وعلى معلوماتك الخاصة وإنك تعرفي الحاجة وتسكتي كان يبقى معلش، لكن أنت تعرفي الحاجة وهات يا كلام. تروحي لزبيدة وتقولي لها نفيسة عملت، وتروحي لسوسن تقولي لها رجاء سوت، وتقولي دي مش عارفة تطبخ ودي مش عارفة تلبس. لا ده انت زودتها قوي، مش لازم نعرف اخبار بعض يا اخي، مش عشان الحاجة اللي ما تعجبناش في واحدة ما يعملوهاش الباقيين. وبعدين تلاقيهم كشفوكي قدام بعض واللي ما يشتري يتفرج ويروحوا مقاطعينك كلهم حتة واحدة. انت الظاهر ما تعرفش انا عندهم ايه، ما فيش مخلوقة تعرفني تستغنى عني. وانا بقول لك انه هيجي يوم تقفلي الشقة عليكي، لا تلاقي اللي تزورك ولا اللي تزوريها، وانت حرة بقى اعملي اللي تعمليه. مالكش دعوة انت، انا عارفة اللي بعمله كويس، كفاية ان عرفت النهاردة خبر تدفع لي 100 جنيه عشان اقوله. لا 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 100 جنيه ولا 100 مليم حتى، انا جاي من شغلي تعبان وعاوز اتغدى وانام عشان هرجع الشغل بعد الظهر النهارده. والنبي تسمع بس يا عزيز. يا ستي بقول لك جعان عاوز اكل عيش مش اخبار.